وخلينا بقى نروح لجرعة الفونسيك أقراص أو إزاي نقدر نستخدمه. الجرعة بتاعته بتختلف على حسب أنت واخده لإيه. يعني مثلا في حالة الارتجاع المعدي المريئي بتكون الجرعة قرص بتركيز 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا لمدة 4 أسابيع للعلاج، وممكن يستخدم قرص بتركيز 10 مللي جرام مرة واحدة يوميا للوقاية. أما في حالة قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر فبتكون الجرعة قرص بتركيز 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا لمدة 8 أسابيع، وده في حالة قرحة المعدة. أما بالنسبة لقرحة الاثنى عشر فبتكون الجرعة قرص بتركيز 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا لمدة 6 أسابيع. أما بقى لو هتستخدمه للوقاية من قرحة المعدة فبيستخدم قرص بتركيز 10 مللي جرام مرة واحدة يوميا. وآخر حاجة إنك لو هتستخدمه لعلاج جرثومة المعدة المصاحب بقرحة المعدة فبتكون جرعته 20 مللي جرام مرتين يوميا لمدة 7 أيام، وفي الغالب طبعا بيكون موصوف معاه مضادات حيوية